بهذه الطريقة: الخطيب يطلب إنهاء أزمة كهرباء ودفع الغرامة. تقارير صحفية صادرة اليوم كشفت عن الحل المنتظر الذي يبحث عنه النادي الأهلي من أجل حل أزمة اللاعب الهارب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق ولاعب الأهلي الحالي. محمود كهربا المحكوم عليه بمبلغ 2 مليون دولار و450 ألف دولار بسبب هروبه من الزمالك إلى أحد أندية الدوري البرتغالي ككوبري للنادي الأهلي كما يعلم الجميع. مبدئيا الأهلي جهز جزء من هذه الغرامة وهي مستحقات اللاعب عن الموسم الماضي ومقدم تعاقد اللاعب عن الموسم الحالي، إلى جانب الحديث عن أن كل راعي من رعاة الأهلي يأتي للاعب بحملة إعلانية حتى يستطيع اللاعب تكملة هذه الغرامة. هذا الحديث وبحسب هذه التقارير الصحفية بأوامر مباشرة من محمود الخطيب رئيس الأهلي، والذي طلب إنهاء هذا الأمر بسرعة.